مرة صغيرة. يعني احنا نعم لقد انتصرنا بنسبة 70% نكون محقين، لكن الانتصار ده ما بيتكلل بالنجاح والا ترفع علمنا في مدافوك. ما في سوداني في السودان ده يظن هو آمن. معسكرات الناس تستنفر، شمالية كويسة أعلنت الاستنفار، كل السودان ده الاستنفار. خطر ده ما زال قائم. هسه ديك ميليشيات ليبيا قاعدة في راهب، وتجاوزت راهب يبعد 275 كيلو من الولاية الشمالية. تبغوا الكلام ده كبشروه. في 500 عربية أو 570 عربية تبعد من الدبة 200 وشوية كيلو أو أقل من 200 كيلو. عشان كده أنا دائما بقول يا هنا في الولاية الشمالية كونوا حذرين واستعدوا واستعدوا. واقسم بالله الجنجويد ده يخشوا الشمالية ناس تكروا بقاشة، والجنجويد ما بخوفوا زول. ما تخافوا منه، ما تلاوز منه، نستعد. اركبوا لما يكوركم. تاني برجع بكرر، في قوة تبعد من الولاية الشمالية 180 أو 200 كيلو بعد راهب، من ضنقلة ومن الدبة. القوة المسللة من ليبيا دي قاعدة تتجول في المناطق ديك، وممكن في أي زمن تهاجم. غوامة ما كتير، 600 وشوية عربي. الناس تفتح عينها. والرسالة لازم تصل. تاني أرجع أكرر، في قوة تجاوزت جبل راهب أو تزاوجت راهب، والآن موجودة على بعد 200 كيلو من الولاية الشمالية. ناس تستعد وتفتح عينها وتفتح عينها. نحن دائما ما بندق ناقوس الخطر، وبنساعد الميليشيا في حربها النفسية لتخويف الشعب السوداني. لا، بنحذرك. الجنجويد لا يخيفون أحد. شفتوهم في بابانوسة دي، وشفتوهم في الفاشر 214 هجوم، وشفتوهم حتى في غرة الجمهورية لن يستطيعوا إسقاط غرة. جنجويد ما بخوف زول. جنجويد تستعد له تملى نار لما يكورك، واصلا بيجيك بكثافه نار. احذروا الطابور الخامس، احذروا المتعاونين المندسين، الخلايا النايمه اللي بيضربوك من ظهرك، اللي بيضربوك من ظهرك. ثاني برجع اكرر، الناس اللي بيرسلوا خلايا نايمه. خلايا النايمه دي لما الاشتباك يبتدي مع الجنجويد انت بتواجه فيهم بتضرب من ظهرك. القوات دي لازم تكون منتبهه من كل الاتجاهات. الناس دي احلامهم يمشوا الشماليه. ليه دار يمشي الشماليه؟ دار يقتلك بس كده. حقد عليك. احنا بنقول كلامنا ده مش عشان نخوف الناس او بنساهم في الحرب النفسيه على المواطن السوداني، وما اظن اهلنا الشماليين ديل فيهم زول خايف من الجنجويد، لكن بنقوله من باب التعذير، من باب انه الناس تستعد لاسوأ سيناريو. احنا ما بنتمنى لكم الا الخير، والله ما بنتمنى لكم الا الثبات، الا الثبات. عشان كده يا جماعة الناس تبقى جاهزة وتفتح عينها، تكون مستعدة. المقاومة الشعبية لازم تكون مستعدة. أي زول جاهز بسلاحه، ناس قاعدة مخندقة. الناس دي ما هي دي فرفرة مذبوح. في الدقائق الأخيرة إذا تفك حصار الفاشر ده الجنجويد انتهوا. دي فرفرة مذبوح الآن. الفرفرة الأخيرة، الفرفرة دي عشان ما يجي ينتقم ويرتكب لي مجازر زي ما ارتكبها في الكبابيش وارتكبها في النهود، ما يرتكب عليه في الشماليه. واذا دخل الشماليه الزول ده الناس دي حيرتكبوا ابشع الجرائم. عشان تكون عارف كشمالي، الناس دي اذا دخلوا الشماليه حيرتكبوا ابشع الجرائم. حيعملوا نفس ما عمل التعايشي في المتمه. لازم فهمينهم الحقد على اهل الشماليه. الحقد مع انه الشماليه دي ربنا يحفظوا الناس مساكين ساعي في حالهم. قاعدين يفهمون ديل اللي اكلوكم وديل اللي شالوا حقكم وديل اللي حكموكم. ربنا يحفظ اهلنا في الشماليه. بس نحن بلغنا الناس تبقى واعيه وتبقى صاحيه. الجنجويد والله لن يخيفوا الا الاطفال. اثبتوا واركزوا وخلفوا التاريخ. وانا واثق والله، انا كل ثقه الجنجويد لو دخلوا الشماليه ما يمرقوا منهم نفاخ النار. لانه هناك النساء مستنفرات على شاكله اهل الفاشر، وهم ذاتوا الناس الشماليه ده لكعب عليكم يا جنجويد. والله ما بخافوا الا من الله. وحياة ربنا الخلق الناس الجعليات كانوا بزغرة، قالوا الجنجويد جاي عندنا، تعالوا. بس انا دار اذكر يا جماعه، عطبره فيها حزب الشيوعي كثير. اهلنا في عطبره ربنا يحفظكم. في يسار كثير، اليسار ده هو هيرفع احداثياتكم ومن ابناء المنطقه، وهم اللي حيضربوكم من ورا. انتبهوا.
انتبهوا من اليسار الخبيث، انتبهوا من القحاطه. هو قاعد معاك لكن بيخون فيك، دارك تموت، دارك تموت. دي الطابور الخامس. انتبهوا. ناس تفتح عينها وتبقى جاهزه وتبقى حاضره والحصه وطن. القوات المسلحه موجوده والقوات المشتركه، وهسه جات جيش ثاني بغادي. لكن نحن برضه بنحذر المواطنين من انهم ياخذوا الحيطه والحذر ويكونوا جاهزين. بالمناسبه الجنجويد ده في الشماليه سيهزم اشر هزيمه، لانه ما عنده حواضن هناك، ما عنده زول، الكل عليه. شفتوا ناس الشماليه ده لو كل زول مرق بزق في جنجويدي بس بيغرقوا بزق. لو كل زول شايل له بريق مويه بس كبه في صنقور الجنجويدي كده بيغرقوا. اول حاجه هم الجنجويد دي الشماليه دي مجتمعات يا جنجويد. شوفوا الشماليه دي مجتمعات، قبائل، يعني اهل، يعني ناس بتعارفوا، يعني ناس مترابطين. يعني انت كان دخلت هناك تاني والله والله ما تمرق. تفضل أبو واصل. رافق، الناس دي بداية الحرب كانوا في معسكر الله يديني اسمه حياة العمليات هنا، قاعدين معانا 80 عربية، 80 عربية بعساكر من عارفهم كان حق المعرف. الناس زي الواحد فيهم ما تجرأ يفك طلقة واحدة، لأنهم هم عارفين الناس الشمالية شنو. الناس زي اللي قعدوا معانا هنا قرابة السنتين، متحرك واحد قاعد ب 80 عربية هنا ما تجرأ يفك له طلقة. والله طلعوا زي النساوين من الشمالية طلقة ما فكوها، هم جبناء. لأنهم كانوا عارفين تماما انهم لو يتجرأوا وفكوا طلقه ما كان في ال 80 عربيه دي منها عربيه ما بتطلع. هسه انا ما قاعد اطلع معاهم في لايفاتهم دي كثير، تمام، بقعد اتناقش الشماليه وبقول لي يا اخي انت ما جيت الشماليه وب 350 عربيه وجيت المطار واتبليت وتحليت وعرفت زي النساوي، ما كان في امكانك. والله العظيم لما جو مطرمره يا ابو رهف، قسما بالله الشماليه ده عم بكره ابيها ما يكون ناس الجيش عندهم فيها 100 عربي. الفرقه اللي اتمروا ما كان فيها 100 عربي، بالألوية الثلاثة ما فيها 100 عربي، عرفتها؟ نازل أجمل مما يكون. والشمالية دي بالنسبة لهم هي حلم بس، يعني كلام بتبوقوه في الميديا دي بس، لكن والله راجل فيهم يجي الشمالية ما يطلع منها ده. الله اكبر. والحمد لله والله جاهزين يا ابو رهف، مواطنين، جيش، مستنفرين، مقاومة شعبية، اقسم بالله الحمد لله الناس دي واعية للحاجة اللي بتعمل فيها. والمستنفرين ديل ما شاء الله عليهم، يعني ربنا يحفظهم. الناس واعية والشباب ده كله واعي. وهسه حاليا انهم قالوا جايين الشمالية، والله ما في شاف كده ما استنفر وما في معسكرات فاتحة، والحمد لله الامور كلها ظابطة وراجينهم بس يجون. يعني احنا يعني في اشد قاعد يقولوا شنو يعني يخون الواحد، يخون التعبير، انه الناس دايرين انه نيجي. والله نتمنى انه نيجوا الشمالية عشان يعرفوا ناس الشمالية شنو ويشوفوا الشمالية شنو. ربنا يحفظكم وربنا يسلمكم، وان شاء الله هي ممكن تكون في اطار الحرب النفسيه والتخويف لمواطن الشماليه اللي اصلا ما بخاف منه. الناس دي هم بيقولوا ماشيين الشماليه بيمشوا بابا نوسه، بيقولوا ماشيين الفاشر بيمشوا محل ثاني، بيمشوا الدبيبات. عشان كده حربهم ذاتها مبنيه على الخدعه والكذب والنفاق والمخابرات عارفه الكلام ده كويس، والجيش عارف الكلام. والله هم دام بيبيدوا في حواضنهم الله يجعل كيدهم في نحرهم. وما حسب بابا نوسة الفاي كل هذه إبادة لحواضنهم. هو دار اقول الحمد لك لله. حاجه، بابا نوسه صامده، بابا نوسه مع الجيش. بابا نوسه ربنا يحفظها ويحفظ اهلها كلهم مع الجيش وبقلب رجل واحد، وقدموا التضحيات وما زالوا صامدين.